عصام زيد من عدن، مساء الخير يا عصام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف الحماة عندكم؟ والله الحماة الحمد لله ماشي إلا قدام. الله ألفين على الحماة. الله يعينكم. تفضل يا صديقي الكلمة لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا أخي. الرجل هذا بن ملك رجل شريف ومحترم ورجل يحب الجنوب، وأي شخص يحب الجنوب يطلعوه خاين. رجل وطني يا أخي، وإذا كان مع الإمارات فالإمارات هي الداعمة للجنوب، ولولا الإمارات لا شاهدنا علي محسن الأحمر ولا شاهدنا حميد الأحمر وحزب الإصلاح التكفيري اليوم بعدن، لأنهم منعوا بن بريك وعيدروس الزبيدي، منعوا علي محسن أن يدخل إلى عدن. فلهذا أصحاب حزب الإصلاح، هذا الحزب الخبيث التكفيري، هو من يزرع الفتن ويتهم بن بريك. طيب يا عصام، بأنه ايوه احنا الجنوبيين نحن مع الامارات، لان لولا الامارات والله الى اليوم علي محسن يدعسنا. والرجل يقول محاشق حقه ملكه. علي محسن في لحظه يقول انه محاشق ملكه حقه، يعني اقطاعيات. لهذا نحن مع هاني بن بريك، الرجل الشجاع، الرجل السلفي اللي استطاع ان يهزم الحوثن في المعارك، وهزم ايضا التكفيريين. ولهذا لا يجبوا التهم ودعاية على بن بريك. بن بريك القدمة حقه أشرب من وجوههم. طيب يا عصام، بس اعذرنا، يعني في سؤال هنا يطرحه الإصلاحيين. أنتم رفضتم دخول علي محسن، لكنكم في المقابل دخلتم طارق عفاش. طارق دخلنا تدرى وتحرك للحديدة. طارق ما جلس، طارق رجل راح يقاتل. طارق صالح مش بالرياض جالس في فنادق الرياض. طارق موجود في الحديدة ويحترم، حتى وان اختلفنا نحن معه سياسيا وعسكريا، لكن انا احترم طارق لانه يقاتل في الساحل. فين علي محسن؟ فين المقدشي؟ فين؟ كلهم هاربين بالرياض. طيب يا عصام، ليش موجود في المعركة؟ ولا انا يا اخي اقصي داخل الارض الرجل يحترم. طيب يا عصام، كاخر سؤال، انا مش مع طارق وانا ضد عفاش. اوكي يا عصام، كاخر سؤال، اعذرنا على المقاطعه. عندما قالوا عبد الرب منصور هادي احال هاني بن بريك للتحقيق، ليش؟ يا اخي يحيل ابنه، روح شوف ابنه والعيسي اللي ينهبوا الثروات البلاد يتهموا بايش؟ سارق؟ ما قال هادي سارق، ما العيسي سارق، كل اللي حول عبد الرب ومنصور سرقوا لصوص. بندغر سارق، كلهم لصوص. اشكرك يا عصام. يعني انت تيجي تحاكم؟ طب روح حاكم ابنائكم الذي قاسم بالفنادق، واللي قاسم في السفارات، والذي نهبوا ثروات البلاد، واللي سرقوا البنك المركزي. يحاكموهم، يحاكموا بن بريك. اطلع بن بريك حتى يحاكموا. لا ماسك بنك مركزي، ولا ماسك سفارة، ولا ماسك بترول، ولا ماسك ثروات البلاد. تحاكم ايش؟ تحاكم واحد مش بيده الثروات. روح حاكم علي محسن. علي محسن هذا الذي جالس ينهب ويسرق البلاد ويتآمر على البلاد. شكرا جزيلا.